النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل اللقاء والعطاء في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة، ليلة تكريم الراحل الكريم والمربي الفاضل المرحوم الحاج عزيز عبد الحميد، عميد عائلات عبد الحميد بالصنية. ومن حسن الطالع في هذه الليلة أن يكون معنا علما من أعلام دولة التلاوة، فهو القارئ المتقن المجيد، شوقنا لسماعه يزيد، كل يوم هو في جديد. فخر قراء محافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ محمد الدمرداش، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا إن
وله يسجدون وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فخر قراء محافظة الدقالية
فضيلة القارئ الشيخ محمد الدمرداش القارئ والمقيم بأبو كرامين بمركز ومدينة السنبلاوين، في ليلة تكريم الراحل الكريم والمربي الفاضل عميد عائلات عبد الحميد المرحوم الحاج عزيز عبد الحميد. جئنا مشاركين الحاج عبد الحميد يوسف، الأستاذ محمد عزيز عبد الحميد، الأسطى عبد الحميد عزيز عبد الحميد، الأستاذ عبد الكريم عزيز عبد الحميد، الأستاذ أحمد عزيز عبد الحميد، الحاج السيد صديق عبد الحميد، الحاج بكر يوسف عبد الحميد، المعلم يوسف عبد العال، الحاج أحمد مصطفى حسن، الأستاذ عزيز محمد عزيز، الأستاذ عبد الحميد محمد عزيز. يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى لتقديم واجب العزاء. كما أشكر باسمكم طاقم العمل الموقر الهندسة الصوتية العالمية لصاحبها الحاج محمد سلام، إدارة العالمي حمادة سلام برهمتوش السنبلاوين، قصور الفراشة المتنقلة لصاحبها عميد مقاول الفراشة الحاج صابر شوقي، إدارة الدولي السيد صابر الصنيا ديار بنت، لألوية الإنارة المتحركة وكبرى محطات الديزل العالمية لصاحبها المهندس علاء سمير والمقيم بكاحيل ديار بنت، الخدمات الفندقية المميزة والمعروفة بالرقي والنظافة مؤسسة القدس لصاحبها الحاج جمال الشرقاوي، إدارة العالمي محمد جمال الصنيا ديار بنت، هندسة الهواء والتصوير وشبكة اليوتيوب العنكبوتية، مخرج الروائع والإبداعات المهندس أبو سما والمقيم بالمنى حرير ديار بنت. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.